مساء شريف على جميع. شأن ناس كتيرة لسه ما اتجوزتش، بيتردد عليهم سؤال في أي محفل، في أي تجمع، في أي قعدة، حتى الناس اللي ما عندهاش مثلا يعني وقت برضو بيفترضوا سؤال: أنت ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ بيبقى الرد الدبلوماسي: ربنا لسه ما أردش. لكن جوه قرارة النفس، سواء ليا أو لأشخاص تانية ما اتجوزوش ولاد أو بنات، بيبقى كل واحد حاطط حسابات معينة. الحسابات ديت بيحاول قدر الإمكان إن هو يعدي بيها بر الأمان علشان ما يحصلش فيه اللي حصل لغيره. اللي حصل لغيره بقى: ناس عملت بنك كرابسي بدل مرة مرتين بسبب الطلاق، ناس اتبهدلت، وناس راحت محاكم، وناس دخلت سجن بسبب مش اختيار غلط، بسبب تغيرات حصلت أدت إلى أزمات وصلت بيهم لهذه النتيجة. ما الواحد يقول ما هو قاعد اهو باحترامه وكرامته، لا هو في اشكاليه، ولو مثلا حد من الاصدقاء او الحبايب او الناس اللي حوالينا ما عجبوش، هو السلام عليكم. لكن في الجواز مفيش سلام عليكم، في ليالي يعني طويله. عشان كده هنا في امريكا، بالذات في امريكا، يعني الجواز سهل قوي. ممكن بالليل مثلا قاعدين في كافي او بناكل مثلا في ريستورانت، وبكره الصبح يلا نروح نتجوز، مدني مدني، وبعد كده نبقى نشوف لكن في الطلاق بقى والانفصال، وما ادراك الطلاق والانفصال، بتشوف اللي ما اتشافش. مش هنحكي حكايات عشان محدش يقفل من الموضوع. بس هي الفكره كلها ان لا، الموضوع مش بيبقى لذيذ خالص. زي ما قلت لكم، في ناس بتعمل افلاس، يعني في ناس بتخش محاكم وبتطول، وناس بتدفع المحامين، وما ادراكم كمان المحامين اللي بتوع الطلاق والفلوس اللي بياخدوهم. في ناس بتخش السجن بسبب اخطاء منهم او بسبب ادعاءات باطله من الطرف الاخر. فلازم تحسبها الف حسبه. وهل انت هتتجوز حد في امريكا بالنظام الامريكي، ولا هتجيب حد من بلدك مثلا من مصر وتتجوزه في امريكا بالنظام المصري؟ وكل طريق ليه مزاياه وليه عيوبه، لكن اكتر حاجه تريح في الجوازات: انتوا هتتعاملوا بأني سيستم؟ السيستم بتاع مصر، يعني هتاخد بالمصري وتدي بالمصري، ولا السيستم الامريكي هتاخد بالامريكي وتدي بالامريكي، ولا هتمشوا بالنظام اللي في ناس كتير قوي بتحب تمشي بيه، اللي انا هاخد منك بالمصري اللي انا عايزه واديك بالامريكي حته حته؟ وده للاسف بيفشل ويبوظ علاقات وارتباطات وجوازات كتير. يبقى لازم تبقوا متفقين في الاول، هتتعاملوا بالكتالوج المصري ولا الكتالوج الامريكي. وانا وغيري والمتنبي نفسه ما يقدرش يتنبأ ان اي علاقة هتجيبها وتختارها من امريكا هتنجح، او اي علاقة تجيبها وتختارها من مصر او من بلدك الاصلية هتنجح. لان هنا كله بيحصل، يعني كل، ولنا في الخيال حياة، كل اللي انت بتتخيله بيحصل. بيجيبوا من مصر وبتفشل وبرضه بتنجح، وبيجوزوا في امريكا بتفشل وبرضه بتنجح. فمفيش قواعد في الارتباط، بس على الاقل ادرس، يعني خدي وقتك، خد وقتكم وادرسوا. ما يكونش في اي عامل يعني في حد مثلا في مره بيقول لي: يا عم اتجوز يا عم عشان توفر الضرايب. يعني يخرب بيت الضرايب، ما زي انا هوفر ضرايب وهاجي بعد كده البس في الحيط ادفع فوق اضعاف 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 الضرايب اللي بوفرها. هنا البلد بتساعدك ان انت تتجوز وتبني اسره، لكن برضو لو ما نجحتش وفشلت، البلد بتحط عليك بقوانينها بدساتيرها، بتحط عليك التزامات ونفقات ومصاريف ومحامين وقواضي، بتخش في ليله كبيره. ده كل ده لو الطرف التاني كمان محترم. الطرف التاني دوت ما بيدعيش عليك ادعاءات كذب او بيتهمك اتهامات باطله توديك ورا الشمس. لان البلد دي بتحترم المراه، فساعات المراه بتستغل احترام الدوله ليها بشكل غير امين. فخلونا نأمن نفسنا، يعني نحاول ان احنا نكفر الدنيا بتاعتنا عشان ما يحصلش
الاذيه او استغلال بعض للقوانين بشكل غير سليم. ازاي؟ ندرس كويس بعض، يبقى في اتفاق مسبق ان احنا لو ارتبطنا وكملنا وعملنا اسره ما يبقاش في اولاد قبل سنتين، لان بالذات اول سنه بتبقى سنه اختباريه، كل واحد بيشوف طباع التاني. ساعات بتبقى في ناس مجانين، يعني هم مش مجانين ده شتيمه، ده مجانين يعني. هنا في ضغوط في الحياه في امريكا يا جماعه خلتنا اشوف ناس هنا مرضى نفسيين، وضغوط الحياه بتخليهم يعني هبلاله، الدماغ دي في حته تانية خالص. والامراض النفسيه وفقا للدراسات ما بتبانش الا بعد 6 شهور من التعامل. طب ما تديها سنه عشان تتاكد. فما تبنيش اطفال بعد سنه، قبل سنتين لا، بعد سنتين يكون كل الامور وضحت، استقريت وتمام، النفسيه تمام، مش عارف ايه، ممكن يجي اطفال. تالت حاجه، ما تحاولوش تبنوا مستقبلكم على الطرف الاخر. يعني مثلا ما يكونش الطرف الاخر دوت مثلا ليه طبيعه شغل معينه وحياه معينه، فانا باقلم نفسي عليها، فبحاول انا اركب الدنيا عليه. لا، هو من الاول تبقى الدنيا واضحه، انت ليك دنيتك وانا ليك دنيتي، هينفع ولا مش هينفع. لكن ان احنا نقول بعد الجواز هنبدا نتاقلم ونشوف، وده كتير ما بيحصلش، وده اللي بيفشل برضو علاقات. من ضمنها مثلا ان احد الاطراف بيشتغل 16 ساعه في اليوم. طب ده هيروح ينام، ده ايه يعني ايه اللي انا هعيشه معاه يعني. احد الاطراف مثلا طبيعه شغله او شغلها بيخليهم بره البيت بالايام، زي مثلا سواقين التراكات، زي النيرسز، بعض النيرسز بيعيشوا وقت بره البيت لمده طويله. فخلونا نبقى متفقين في الاول، هل هيناسب ولا مش هيناسب. ممكن يكون في مشاعر، في حب، في كيمياء، لكن في حاجات عناوينها واضحه. طيب حصل الارتباط وحصل الجواز وقعدنا اكتر من سنتين كمان وخلفنا عيال، هل كان في الاتفاق ان لو حصل انفصال او طلاق التوزيع الثروه هيبقى بالتساوي للطرفين، ولا ما جاء قبل الجواز ما يحتفظ به الشخص وما جاء بعد الزواج يتقسم على 2، ولا يكون برضو ده الامريكان نفسهم بيعملوا كده في الاتفاق ان يمضي ان حتى لو حصل انفصال كل واحد ليه املاكه بدون اخذ او الحصول على انصاف اموال الاخر. وده مش امر يرجع للرجال او النساء فقط، الطرفين ممكن يكون دي اغنى وهو او هو اغنى، والعمليه عمليه اتفاقات واحترام، لان يقول لك العقود شريعه المتعاقدين، فبيكون اوله شرط اخره نور، بتكون الامور احسن واوضح. الاهم بقى من ده كله، انتوا بتتجوزوا ليه؟ يعني ايه الريزون، ايه السبب للارتباط؟ اكيد مش زي واحد صاحبي ما قال لي عشان توفر ضرايب، يعني اكيد بيهزر، مع انه كان فعلا بيتكلم جد. لكن في ناس تانية بتفكر ان الجواز استقرار. طب ما واحد يقول لك طب ما انا سنجل ومستقر، بالعكس ده انا لما يحب اخد قرار مثلا اللي انا انقل من مكان لمكان ايزي، اللي انا مثلا حصل دروب في الشغل وعشان اقوم من تاني اتس ايزي. ده الجواز مش استقرار، ده الجواز ضغوطات. فكأنك بتكلبش نفسك وتحط نفسك تحت حمل. بس هكذا عاهدنا أجدادنا إن النسل البشري بيستحدث أو بيستمر من الارتباط، من الجواز، من الأولاد. فاحنا بنساعد الطبيعة في استمراريتها من ناحية منطقية. لكن من ناحية تانية الجواز ليه مزايا، ليه مزايا جميلة جدا، إنك أنت تلاقي ونيس، شريك يحط إيده معاك في كل الحاجات اللي انت بتحبها، في نوعيه الاكل اللي بتحبه ايده معاك، في الاماكن اللي بتحب تروحها ايده معاك، كوبايه القهوه اللي هتحب تشربها يمكن هو اللي بيعملها لك وايده معاك. في ثمرات بقى دوت من اولاد وربما احفاد بعد كده، من اللي انت بتشوفه ان انتاج اعمالك انت ما بيروحش هدر. ما اقدرش انكر ان انا واحد من الناس عندي ازمه، طب ان انا لو مت اللي انا تعبت فيه ده هيروح لمين؟ يعني الاكونت بتاعي دوت على الفيسبوك بعدد اللايكات بالفولورز هيروح لمين؟ انا عايز ولد يجي يشيل الاكونت من بعدي. في ناس بتفكر
ان احنا بنعمل ده لمين؟ لنفسنا احنا تمام، لكن يجي حد يورث عننا اتعابنا ونشوفه بيكبر قدامنا. يا عم ده انت لا ساعات لما بتجيب قدام الجنينه بتاعتك او حتى في الباك يارد ورده او زرعه تحب كل يوم تسقيها عشان تشوفها بتكبر. ساعات لما بتحبوا تربوا حيوانات اليفه في البيت بتحبوا ترعوهم عشان تشوفهم قدام، فما بالك حد من لحمك ودمك طفل؟ قد ايه بيبقى الموضوع ممتع جدا ان انت بتشوفه بيكبر قدامك وبيبقى ليه كده كيان وكينونه، وبتحس ان انت حياتك بقى ليها معنى. انت مش بتعمل لنفسك، انت بتعمل لناس انتم من لحمك ومن دمك، سواء بتورثهم اخلاق، طباع، تصرفات، ثقافه او ماده. في المجمل اختيارك هو قرارك، وبرضه توفيق ربنا كبير واضح جدا. ساعات الناس بتختار بعقلها صح 100% وبرضه بيحصل مشاكل. فانت بتطلب في الاول وفي الاخر نعمه ربنا واختياره معاك ومساعدته ان الحياه بكل الابس اند داونز اللي بتحصل في امريكا يوميا تكون بيتك محمي منها او اسرتك في حمايه منها، من تاثير العوامل الخارجيه عليها، ومن حزب المطلقات اللي بيلعب في الودان، وعادة الرجاله في القهوه اللي بتلعب في الودان. لان العوامل الخارجيه دي بتهد مش بتبني بيوت. حاولوا تحافظوا على بيوتكم وتأمنوها. حاولوا ان تيجوا تنشئوا بيوت تختاروا ليس على المستوى الجمالي ولا المادي ولا الثقافي، على المستوى الأخلاقي والأصول. الأصول اللي الناس نسيتها وتبص لأمور سطحية كتير بعيدة عن الأصول اللي اتربينا عليها. اللي بعد كده بنلاقي واحدة مثلا تقول لواحد لو أنا خلفت طفل وطلع جاي هتعمل فيه؟ هتكرهه؟ فبيبدأ يتناقش معاها، لا هنقاوم سلوك ولا مش هو ليه يطلع جاي؟ ليه تطلع ليسبيان؟ الفراغ اللي حصل عشان ينحرفوا فكريا عن اللي احنا اتربينا عليه يخلي الأسرة نفسها تعيد حساباتها. ايه اللي يخلي طفل أو طفلة يطلعوا بالشكل دوت اللي احنا مش متعودين عليه؟ يبقى الخطأ في مين؟ في من أنشأه، من زرع البذرة. مش هطول عليكم، لكن الناس اللي بتفكر اتجوز في أمريكا، هات من مصر أو هات من بلدك واتجوز في أمريكا. امشوا على اتفاقات، حطوا النقط على الحروف، وحاولوا قدر الإمكان تأمنوا بيتكم من العوامل الخارجية المؤثرة، وقدر الإمكان ورثوا في أولادكم ما تربيتوا عليه من أجدادكم ومن آبائكم. والأهم اطلبوا معونة الله. شكرا لكم، أتمنى تكونوا دايما بخير.